بس في الأول وفي الآخر الجامعة انتوا قاعدين فيها 4 سنين، هتقعدوها أربع سنين بعد الجاب يير أو من غير جاب يير، انتوا كده هتقعدوا 4 سنين فيها، صح؟ هلو يا جماعة، welcome to my channel. أخيرا 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 بعد فترة استراحة كبيرة رجعت أصور تاني. يا جماعة متخيلتش بصراحة إن أنا هقعد الفترة دي كلها مصورش، بس يعني ايه، it's okay، هنعدي هذا الموقف وهندخل في الفيديو على طول. أنا متحمسة إن أنا أصور الفيديو ده عشان عندي كلام قد كده أقوله بصراحة في الفيديو ده، وغالبا هيبقى two parts. لأن أنا متأكدة إن أنا هقعد أصور كتير قوي وأقول كلام كتير قوي، لأن الفيديو عن أهم قرار خدته في حياتي فعلا فعلا. فلو انتوا أول مرة تشوفوا الشانل دي، سبسكرايب وويلكم تو ذا channel. إن شاء الله تتبسطوا في الكوميونتي اللطيفة اللي هنا دي. وتليفوني بيرن، يلا نبدأ الفيديو. معلش يا جماعة، أخويا كان بيتصل ولا يهمني. نبدأ الفيديو بقى. بصوا، النهاردة هتكلم عن أهم فعلا قرار خدته في حياتي، وهو قرار الجاب يير. طيب نبدأ بالأساسيات. يعني ايه جاب يير أصلا؟ جاب يير هي سنة بتبقى سنة اوف عن الدراسة، مش بندرس فيها. بتبقى يا إلا بين ثانوية عامة والكلية، يا إلا بين يعني سنة كلية وسنة كلية. يعني مثلا أنا في أولى كلية، خلصت أولى كلية مثلا، مش عايزة أخش تانية على طول، باخد سنة وبعدين أخش تانية. أو الأشهر الجاب يير الأشهر هي بين ثانوية عامة والكلية، أو اللي هي ال last year of high school وبداية أول سنة في الجامعة. عشان إيه بالظبط؟ بتبقى هدفها أولا إن دي مرحلة انتقالية كبيرة، إن أنا أخش من المدرسة للجامعة. فبتبقى اللي هو الوقت ده بالذات بيبقى الجاب يير فيه مهم. ليه؟ عشان الجاب يير مش اللي هو إيه، انتوا داخلين خلاص خلصتوا دراسة وكده وخلصتوا سنة مهمة جدا من حياتكم وكده، تاخدوا قرار الدراسة العليا اللي هي الجامعة على طول. أغلبنا في الوقت ده بيبقى مش عارف أصلا هو عايز يخش كلية ايه، وبيخش اللي يبقى متاح ليه على حسب المجموع أو على حسب الأهل، على حسب حاجات كتير قوي. و 98% يعني هو اللي بيقرر القرار بنفسه، واللي حواليه هو اللي بيختاروا له الكلية بتاعته. فهدف يعني الجاب يير بقى ان هو يديله فرصة يتنفس ويكتشف نفسه، عشان عشان يدخل الجامعة المناسبة ليه. وبرضه بتبقى شوية نفس من الدراسة وكده، وإن هو الشخص يجرب الحياة العملية، يجرب الحياة برا خارج إطار الدراسة والمدرسة والكلية والحاجات دي. بس فده احنا كده قلنا يعني ايه جاب يير من الأول. مع أو ضد جاب يير، أنا خدت هذا القرار. فأنا في الفيديو ده هتكلم عن تجربتي وأهدافي أنا للجاب يير، ونظرتي للموضوع يعني من الآخر. فمع أو ضد بقى، يعني خلي كده ايه روحكوا هينة واتفرجوا معايا لحد آخر الفيديو. الأول أنا سألت على الانستجرام ستوري بتاعي أسئلة الناس يعني عايز تعرفها عن جابير، والحمد لله كتر خيرهم. أغلب الناس اللي عندي، هي 50-60 شخص اللي عندي، كتر خيرهم بعتولي أسئلة. فهبدأ بالأسئلة دي الأول، وبعد كده هديب دايف بقى في تجربتي مع الجابير. وطبعا لو انتم مش عندي على الانستجرام يا جماعة، اتفضلوا معانا في الصالون. طيب أول سؤال معانا وهو، نستريح في السنة دي ونجمع أفكارنا، ولا لازم نبدأ نتعلم من المجال اللي احنا عايزين نكمل فيه؟ طيب زي ما احنا قلنا، الجاب هير عامة أهدافها مختلفة خالص. الأهداف بتتعمل على أساس الشخص. طيب أنا كانت أهدافي إيه للجاب هير؟ أنا كانت أهدافي إن أنا واحدة مش عارفة أنا عايزة أدرس إيه لسه، مش عايزة، مش عارفة جامعة إيه بالظبط. قبل يعني ما اعرف مينيرفا ويبقى عندي جولز مينيرفا وكده، انا ما كنتش عارفه اي حاجه وكنت تايهه. وما كنتش عايزه ان انا اكروت الابلكيشن بروسيس كمان بتاعه السفر بره وكده، مش عايزه اكروتها وكده، كنت عايزه اهتم بيها. فانا اهدافي للجاب يير كانت ان انا
اولا اخد الابلكيشن بروسيس بهداوه اولا. ثانيا ان انا اجرب حاجات جديده، ان انا اخد experiences جديده كشغل، كانترنشيبس، كمجالات مختلفه في الكارير وايز يعني، عشان اعرف من الكارير انا هحب ادرس ايه. فاهمني؟ يعني مثلا انا عجبني قوي مثلا مجال بتاع علم النفس او الثيرابي، او مثلا انا شفت مثلا يعني شفت الكارير ده مثلا in real life. فماشي، طب لو انا هحب ادخل في الكارير ده انا هدرس ايه؟ هدرس طبعا مثلا سايكولوجي، هدرس يعني حاجة في هذا المجال ايا كان. فبالتالي انا عرفت من الكارير انا هدرس ايه. عجبني مجال التدريس اخش تربية او اداب اللغة مثلا. عجبني مجال البيزنس وان انا يبقى عندي شركات وكده اخش بيزنس، هكذا. فاهميني؟ مش العكس، مش ان انا اتعلم حاجات واعرف منها انا هدرس ايه. لان ايه الهدف من ان احنا ندرس في الكلية وكده؟ ان احنا نشتغل بيها، صح؟ او ان احنا نبقى نتحط في مجال معين، صح؟ فانا بقى ده كان هدفي، ان انا اجرب in real life عشان اعرف انا هدرس ايه، عشان يخدمني ده في المستقبل. وعندي كان كذا هدف تاني للجاب يير برضو، ان انا ايه زي ما هو بيقول كده اجمع افكاري، اسلو داون كده، اهدي الدنيا شويه من ناحيه ايه السربعه في الحياه وكده getting busy يعني مع الحياه وكده. فنرجع للسؤال، نستريح ونجمع افكارنا ولا ندخل ونتعلم في المجال اللي احنا عايزينه او اللي احنا لسه بنجرب فيه يعني مش عارفين هنكمل فيه ولا لا؟ انا بصراحة شايفة ان احنا ممكن نعمل الاتنين. احنا ممكن نبدأ نتعلم في حاجة وندخل فيها ونجمع افكارنا حواليها، ان احنا خلاص عجبنا الحتة دي، طب يلا نكمل فيها، يلا نكمل فيها لحد ما احس ان لا، دي مش حتتي فعلا. وجرب ده اتليست 3 شهور في الشيء، في المجال، عشان تقدر تحدد انت هتكمل فيه ولا لا. لانك لو ما قعدتش 3 شهور اقل حاجه في المجال ده ما تقدرش تحدد انت فعلا هتبقى كويس فيه اولا، ولا هو عاجبك ولا مش عاجبك. يعني مثلا انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا دلوقتي بشتغل مدرسه، فانا بجرب فكره شغلانه المدرسه. وفكره ان انا ادرس، انا اصلا بحب ان انا او يعني انقل المعلومه. ماشي، فنقل المعلومه ده دلوقتي في هذا العالم الحديث ينفع يبقى بكذا شكل. ينفع في شكل اليوتيوب ان انا مثلا انقل معلومات من خلال اليوتيوب. ينفع بشكل انها تدريس المواد في المدرسة عادي. ينفع بشكل دروس اللي هي دروس الاونلاين. ينفع بشكل كورسز ان انا اعمل كورسات. فكل الحاجات دي هي السكيل بتاعت التيتشنج اللي هي نقل المعلومة. فبالتالي انا حاليا بجرب وفعلا عاجبني الموضوع جدا. بس هل ده هكمل بيه في المستقبل؟ لا، لسه ما اعرفش. انا بقالي شهرين بالظبط. هكمل ال3 شهور واعرف انا المجال ده هحبه في المستقبل وفعلا اخش حاجة فيه، ولا هنقل لحاجة تانية اجربها برضو. لو انا مش متأكدة من موضوع التدريس اجرب حاجة تانية اشوف هتعجبني اكتر، ولا لا التدريس كان احسن، اشوف عيوب ومميزات ده وده. فاهمني؟ فإجابة على السؤال، انت ممكن تنظم الاتنين وتقدر ان انت تعمل الاتنين في الجاب يير. فعلا فعلا مش بيبقى وراك حاجة فيها، محدش اصلا هيغصبك تعمل اي حاجة، لان احنا اللي دايما بيبقى مغصوب علينا اللي هو الدراسة، آم، واجباتنا في الجامعة assignments وامتحانات وكده. لكن احنا في الجاب يير مش بيبقى ورانا اي حاجة، بنبقى زي كأننا متخرجين، بنحس احساس التخرج بس في سن صغير، بحيث ان احنا لما نتخرج ما خلاص احنا خدنا التجربة دي قبل كده، احنا مش لسه هنبدأ من الأول ونشوف بقى ازاي بنقدم على شغل وبيزك لايف سكيلز. لا، احنا خلاص احنا 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 خدنا التجربة دي قبل كده. فبنتخرج يعتبر احنا عارفين احنا هنعمل ايه، ومعندناش مشكلة مع حاجة اسمها ال uncertainty، اللي هي عدم التأكيد. انت مفيش حاجة مضمونة، انت لسه مش عارفة انت هتبدأي شغل امتى، هتعملي ايه بالظبط. انت كده بتجربي، يعني انت بدأتي مع على الله، واللي يجي يجي، واللي يعني عارفين زي الموج كده. انت ماشية وبتسعي، مش عارفة انت هتخشي انهي ناحية، هتخشي يمين، هتخشي شمال، هتخشي وهتمشي قدام.
بصوا يا جماعة، عشان افهمكم برضو انا وجهة نظري وشايفاها ازاي السنة دي. انا ببقى شايفة ان انت تشتغل على نفسك مع الدراسة، دي حاجة شوية صعبة وبتبقى تقيلة، ودائما بنولي الدراسة على ان احنا نشتغل على نفسنا. فنشتغل على نفسنا ازاي دي هدخل فيها، بس خلينا دلوقتي نتكلم مع بعض، ندردش في ليه اصلا جاب هير. آه لكن لما يبقى عندك وقت فاضي بس فعلا، يعني انت شخص انت قد المسؤولية وعارف ان انت عايز تشتغل على نفسك بجد وعايز تبني شخصيتك بالذات في السن اللي احنا فيه ده، بجاب هير بتبقى احسن فرصة لحاجة زي كده. هل هي انك تعمل جاب هير حاجة سهلة؟ يعني مجتمعيا لأ، بس قانونيا عادي، بتعملها عادي ومفيش اي مشاكل والدنيا بتمشي. لكن اجتماعيا هتواجه شوية مشاكل، هتكلم في الموضوع ده برضو كمان شوية. طيب، نيجي لتاني سؤال، وهو ايه اللي شجعك انك تاخدي الخطوة دي؟ شكرا يا مريومة على هذا السؤال. شاوت اوت لمريم صاحبتي. انا غالبا هعمل شاوت اوت كتير قوي لان اغلب صحابي هم اللي سائلين الاسئله، في ناس مش صحابي اللي سألوا اسئله، بس تمام يعني. المهم، ايه اللي شجعني ان انا اخد الخطوه دي؟ ان انا متاكده وواثقه ان انا هستفاد من السنه دي 100%، وان انا السنه دي هتفرق معايا بشكل ما. ان انا من ساعه من قبل تالتة ثانوي وانا مكرره القرار بتاع الجاب يير ده، ومتأكدة إن هي هتفرق معايا، لإن أنا دايمًا الدراسة كانت بتضغطني جدًا، وكنت دايمًا باحب أوي أجازة الصيف عشان باعمل فيها حاجات كتير أوي. يعني أنا متعودة دايمًا في أجازة الصيف، أنا الوقت ده أكتر وقت باعرف أشتغل فيه على نفسي، أكتر وقت بابقى حاسة مش بضغط، وبابقى عندي فرصة إن أنا أتعلم حاجات من نفسي، باطوّر نفسي من نفسي، وباجرّب أنزل أجرّب حاجات، بيبقى عندي مساحة. وأنا يعني الدراسة دي مش بتدّيني هذه المساحة. فأنا حسّيت إن الgap year دي أنا فعلًا، فعلًا هاستفاد منها، ومش اللي هو هاضيّع وقت بقى وخلاص. فعشان كده الصراحة اتشجّعت إني آخُد الخطوة دي. كمان يعني أهلي كانوا مشجّعين لهذه الفكرة، ما كانوش لإن هُم عارفينّي وعارفين أنا باعمل إيه بجد في الأجازة، وطريقتي إزاي في تقضية وقتي يعني وكده. فده يعتبر اللي شجّعني. سؤال كمان، وهو ليه تضيّعي، برضه نفس مريومة، شكرًا يا مريومة على السؤال. ليه تضيّعي سَنة من حياتِك؟ الكلمة دي يا جماعة، أنا لو خدت جنيه على كل مرّة حد قال لي من ساعة ما قررت قرار الgap year ده، حد قال لي: "أنتِ ليه تضيّعي سَنة من حياتِك؟" أنا هابقى مليونيرة، ما هابقى بجد، بجد تريليونيرة بجد. عشان أنا اتقال لي الكلمة دي كتير أوي، 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 يعني هتضيّعي سَنة من حياتِك، هتضيّعي سَنة من حياتِك، هتضيّعي سَنة من حياتِك، هتضيّعي سَنة من حياتِك. مين قال لكم يا جماعة إن أنا هاضيّعها؟ يعني مين قال لكم إن أنا هاضيّعها؟ يعني أنا الكلمة دي يعني باحس إن هي ما لهاش منطق، غير إن هي مُعتقد مترسّخ في دماغنا إن إحنا لو ما دخلناش الجامعة بسرعة وجرينا، وجرينا واتخرّجنا وخلّصنا اللي علينا، كإن حاجة هتحصل. مع إن كل واحد ليه ظروفه، وفي ناس كتير أوي بتعيد سنين الجامعة وما حدش بيكلمها. هُم بس المعتقد بتاعنا إن إحنا المهم إن إحنا نخلص ونخش الجامعة عشان ما حدش يقول علينا حاجة، أو يقول علينا مش متعلمين، أو يقول علينا أنتم إزاي كده، يعني إزاي مش ماشيين معانا زي المشي، نفس المشي، نفس مشي القطيع. ما أقصدش إن أي حد مش بيعمل gap year يعني اللي هو قطيع، مش قصدي، بس أقصد إن اللي بيخالف المشيان الطبيعي بالنسبة للناس اجتماعيًا مش حاجة يعني وحشة، مش شرط، لأ، مش شرط إن حد يعمل حاجة شاذة عن بقية الناس إن دي تبقى حاجة وحشة، لأ. في فرق كبير بين إن حد يعمل حاجة غلط، وحد يعمل حاجة غير مألوفة لينا اجتماعيًا، ولكنها مناسبة ليه هو شخصيًا، هو مناسبة لفكره، مناسبة لحياته، مناسبة لشخصيته، ودي حاجة لازم نحترمها. طول ما هي حاجة مش غلط ومش بتأذي حد، ومش حرام، خلاص أنت ما لكش إن أنت تقول لحد اعمل وما تعملش. بالذات إن كلنا لينا تجارب مختلفة، ولينا وجهات نظر في حياتنا مختلفة، وشخصيات مختلفة وطباع مختلفة. طيب، سؤال كمان، هل حاسة إن هو كان اختيار صح ليكِ؟ 100%.
100%. أنا بالنسبة لي يا جماعة باوجه كلامي لكل اللي في سني أو اللي عندهم فرصة إن هم ياخدوا gap year. أنا بارشحها 100%. لو انتم ضامنين نفسكم ان انتم مش تقعدوا في البيت وتكتئبوا وتقعدوا كده في البيت، لو انتم عندكم استعداد ان انتم تشتغلوا على نفسكم، تنزلوا الحياة الواقعية، تجربوا شغل، تجربوا internship، تجربوا فريلانس، تجربوا تتعلموا كورس، تتعلموا حاجة، تشغلوا نفسكم بحاجة سيلف ليرنينج، حاجة مش حاجة انتوا عايزين تعملوها بنفسكم، عارفين مش حاجة مغصوبة عليكم، يعني حاجة انتوا تختاروها. لو عندكم استعداد لده فأنا برشحها 100%. لأن في الأول وفي الآخر احنا بنعمل للي هيفيدنا بعد التخرج، صح؟ تجربة زي دي، تجربة الجاب هير، تجربة إن أنا أنزل أرض الواقع، وإن أنا أبني فكر من دلوقتي، مهمة جدًا، جدًا، جدًا. هل ده معناه إن الجامعة مش مهمة أو إن الجامعة مش هتعلّمنا أو إن الجامعة دي مثلًا ما لهاش لازمة أو كده؟ لأ، الجامعة هتفيدكم اجتماعيًا جدًا، 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 وهتفيدكم برضه دراسيًا على حسب المجال، و وهتفيدكم من كذا ناحية، يعني فكريًا وكل حاجة. بس ده مش معناه أنتم كده، كده داخلين جامعة، صح يا جماعة؟ مش أنتم كده، كده داخلين جامعة؟ اتأجلت سنة سنتين مش هتفرق، انتوا كده كده داخلينها ان شاء الله، يعني انتوا مش هتوقفوا تعليم لحد هنا. فطالما انتوا كده كده داخلينها، كده كده هتتعلموا الحاجات اللي هتتعلموها. ايه المشكلة في ان انتوا تبنوا تجربة مختلفة وهي لمدة سنة حرفيا؟ يعني مش هتضيع من حياتكم، بالعكس انتوا هتتعلموا فيها والله يمكن اكتر ما هتتعلموا في الجامعة. بس في الاول وفي الاخر الجامعة انتوا قاعدين فيها 4 سنين، هتقعدوها 4 سنين بعد الجاب يير او من غير جاب يير، انتوا كده كده هتقعدوا 4 سنين فيها، صح؟ فده مش هيتغير. اللي هيتغير التجربة اللي قبل الجامعة. عشان كمان لما تتخرجوا ما يبقاش فيه اللي هو عارفين اللي هو التجربة اللي الناس بتتكلم عليها بعد التخرج، اللي هو التوهان واللي هو مش عارفة رايح فين. التوهان بقى واللي انت مش عارفة هتعملي ايه لسه، ولسه بتسعي وتحطي خطوات وكل الحاجات دي هتحسوها في الجاب يير في الأول لحد ما الدنيا تبدأ تشتغل معاكم. فالنضج بتاع اللي هو بعد التخرج ده هييجي لكم بدري، يعني فاهمين؟ ده بصراحة اللي أنا حسيته يعني، كانت تجربتي إن أنا أول يمكن شهرين في الجاب يير أو 3 شهور كمان، بعد يعتبر بعد نتيجة ثانوية عامة، وأنا حاسة إن أنا مش عارفة أعمل إيه. أيوة أنا بحاول، بصحى كل يوم بحاول وكل ده. طبعا بيبقى بعد ثانوية عامة بيبقى فيه تروما أصلا، فكنت حاسة اللي هو يعني أنا لسه أصلًا ما اتعافيتش من ثانوية عامة، وما اتعافيتش من اللي حصل لي وكل ده، وقاعدة في البيت الكتير دي لإن كنت باخد كل حاجة أونلاين. فأخدت وقت كبير على ما بدأت إن أنا يعني أشغِل نفسي وأشغِل حياتي، وأبدأ تجارب الgap year الحقيقية اللي أنا عايزة أعملها، وأبدأ أمشي ورا أهدافي وكل الحاجات دي. بس دي الjourney اللي أنا كده، كده كنت هاخدها بعد التخرُّج، فلمّا خُضتها دلوقتي أنا بقى عندي شوية مناعة للموضوع، فاهماني؟